Yeah. إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء حقيقة اللي أخرته رغم أنني سمعت الخبر فما بغيتش يعني ندير الخبر مباشرة، ولكن عندما يعني تأكدنا بأن فعلا الحالة حرجة والحالة يعني فعلا كما كيقولوا الأشياء كلها بيد الله باش نكونوا واضحين، حتى كيقول لك حتى كتوصل زعما الحاله الحرجه باش كنقولوا زعما نتسناو الفرج ديال الله او نتسناو يعني الشفاء من الله. في اي حاله تقدر تكون بسيطه وكنتمناو الشفاء وكنترجاو دائما الله، غير هو عندما تستعصي الامور كما كيقولوا فكيبقاو الحلول من السماء كما كنقولوا. انا ذاك كيعجز الانسان كما بغى يكون طبيب او جراح او كما بغى يكون، فكيعجز امام يعني هادشي وكيتسنى القدره الالهيه وكيتسنى رجاء من الله عز وجل. فكما كان كل شيء كيعرف بان اسامه فلوح لاعب الوداد يعني تعرضت لحادثه السير اللي كانت خطيره، والان هو يعني في الانعاش في حاله حرجه جدا. الحادثه اللي كانت هذا الصباح يعني اسامه فلوح اللي كان مع الصديق ديالو يعني جايين في السياره، وكانت شي شاحنه متوقفه يعني بدون اضواء، ما كان دايره حتى شي اضواء لا ديال التوقف لا ديال يعني اللومبان كما كنقولوا. وفي اللحظه اللي انتبه صديق اسامه اللي كان سائق السياره وبغى يهرب على يعني على الشاحنه فهرب، ولكن الجهه اللي فيها اسامه هي اللي ارتطمت بالشاحنه، وهذا الشيء اللي خلاه يعني اللاعب يعني تصاب على مستوى الراس، على مستوى العنق، على مستوى الصدر. فاصابه خطيره باش نكونوا واضحين، اصابه يعني حنا كنعرفوا يعني نزيف على مستوى الدماغ، كسر في العنق، كسر في الصدر، فكلها اصابات حنا كنعرفوا يعني يعني الفوق ديال الانسان يعني من الصدر ديالو حتى الراس، فكتكون اصابات خطيره واصابات مميته. بيان سير كنتمنوا حنا ان شاء الله الشفاء العاجل، الله قاد على كل شيء، الا كان مكتب له العمر يعني وهذا الشيء ما نتمنوه، فالله ان شاء الله قاد انه يشافيه ويردو يعني الاسره ديالو اللي كتعيش يعني حاله صعبه، وهذا الشيء عادي جدا كما كنقول الكبده هذه، فالاب ديالو يعني ولا كامل الاسره ديالو فكتعاني. كاين هناك يعني الحمد لله بان الناس ديال الوداد فقاموا بالواجب. اللاعب الان كما قلنا في الانعاش. كاين هناك يعني مبعوث خاص من طرف النصيري ومن طرف مكتب الوداد للسهر وللوقوف مع العائله ديال اسامه فلوح حتى ان شاء الله يعني يقوم بالسلامه. وهذا الشيء ما نتمنى، دائما نتفائل ونتمنى خيرا ونتفائل خيرا، فالله قاد على كل شيء وحنا كنعرفوه، فالله قاد يعني يشفيه وقاد يردو قاد هادشي كامل. وبالتالي هذا هو الامل ديال اي مسلم في هذا الوقت واي مؤمن بالله عز وجل. فنحن نؤمن بالقدر، نؤمن يعني خيره وشره، ودائما نتفائل خيرا بربنا، لان الله ديما كيعزلنا او كيختارنا غير الحاجه المزيانه، وبالتالي فهذا هو اللي مخلينا يعني كل شيء متفائل. وهذا الشيء كما قلت لي ما بغيتش ندير الفيديو، كنت كنتسنى حتى نسمع خبر صار وكومسا نسردوا لباقي الجماهير، ولكن هذه هي الاراده ديال الله ان شاء الله وما قدر فعل. فبالتالي هذا قدر كما قلنا ديال الله. القدر ديال الله ما فيش الهروب، كتاب كما كيقولوا. وهذه رساله لاي واحد يعني يحاول انه ردوا البال يعني مزيدا من الحيطه، وحتى الناس اللي كيكونوا بحال هذا الشكل هذا واقف او شيء من هذا القبيل فما فيها باس يعني انني نعلم غير الناس اللي جايين او شيء من هذا القبيل. فعلى العموم اللهم شفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما، انك على كل شيء قدير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.